لا ما اسمحلكش تبص لها كده على انها سي ان 7 عاديه. دي سي ان 7 فيها تسخين وتبريد واداس وحاجات كبيره قوي، عشان دي مش اي سي ان 7، دي سي ان 7 افانسي ان لاين من الكوبتار. بتيجي بكراسي ان فيها تسخين وتبريد وميموري، الدركسيون برضو فيه تسخين، بادل شيفترز بتغير المودز من هنا، ديجيتال ديسبلاي، شاشه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، تكييف دول زون ووايرلس شارجر، وحتى الفتيس ان، فتحه سقف، امبيانت لايت، ساوند سيستم من بوز، مش بقول لك مختلفه خالص دي. واستكمالا للدلع حتى الكراسي اللي ورا فيها تسخين مفيده جدا في البرد ده. اكسدام مختلف خالص، بلاك اوت، انوار ال اي دي، كاميرات 360، رادار، عشان العربيه دي فيها انظمه اداس كامله زي اللينك اسيست والاكتف كروز كنترول، جنود تحفه مقاس 17 بكاليبرز حمراء، العربيه كلها متفيمه وبتيجي بكومفورت اكسس، يعني بتفتح اول ما تقرب من العربيه. سبويلر وديفيوزر ما شفتهمش في سي ان 7 قبل كده، وفتحتين حقيقيين، ولكن الموتور هو 1600 سي سي، بيطلع 124 حصان مع فتيس 8 سرعات. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو صفاصيف، كل الكلام ده بقى موجود في القبطان، سواء بقى الان لاين او العاديه، وكلهم وارد كوريا، والاسعار بتاعتها بالنسبه للمواصفات واسعار السوق كويس. ولو عايز تفاصيل اكتر ممكن تزورهم اي فرع او تكلمهم على الهوت لاين 16029.